كان النهارده على مباراة الزمالك ومباراة بيراميدز. اول خسارة للزمالك في الدوري المصري على ايد انبي. مباراة النهارده انبي اتقدم، محمد عواد شال كذا كورة، اتعادل زيزو في الدقيقة 30 من ضربة جزاء. وبعد كده يعني زياد كمال اللي هو اتقدم هو اللي عمل ضربة الجزاء. وبعد كده انبي في الدقيقة 68 جاب هدف التقدم لأحمد أمين. اوفا اللي احنا بنتكلم عليه ان الزمالك كان ماشي كويس جدا طول الماتشات اللي فاتت، وانت طبيعي لما بتكسب الناس بتبقى معاك في صفك، بتقول انت تمام زي الفل ماشي كويس. النتائج بتجيب نتائج، رجعت قدام التا سولار من بعيد، اتعادلت مع بيراميدز، قدمت ماتشات ونتائج مش وحشة، لا قدمت ماتشات حلوة جدا. قدرت تكسب البنك الاهلي 2-1. وكمان الماتش اللي فات قدمت فيه كرة حلوة وهو 5-1، وكان الاشبه بالتقسيمة بالنسبة للزمالك قدام سموحة. فكل المؤشرات تقول ان الزمالك النهاردة هيكمل الانتصار الرابع على التوالي. الزمالك واضح انه عنده مشكلة في الدفاع، واضح ان الخطة اللي بيتبناها اوساريو مش قادرة تكمل، يعني هي مش كاملة. والنادي الزمالك ودايما بنشوف ان المدرب لازم يحافظ ويلعب على خطة اللعيبة، يعني اللعيبة اللي هي متاحة عشان تدي كورة، تقدم كورة، تعمل كورة كويسة. اوساريو تحس انه في ماتشات كده بينفصل، يعني او الفريق اللي قدامه مش دارس المفاتيح كويس، وده ممكن يكون ظهر النهارده بصورة كبيرة جدا. هل هو شاف انبي، بص على انبي، شاف طريقتهم عاملة ازاي؟ حتى الاختراق في كذا كورة سهل جدا، يعني في اهداف ضاعت من انبي سهلة ان هي تخش الكورة، فلازم تخش الجون. فلازم الزمالك يفكر اول حاجة، هو طبعا اكيد المجلس الجديد جاي وبيتناقشوا، وعجبني جدا ان المجلس ما جاش ناحية اوساريو لغاية دلوقتي. هم كل الكلام هندعم، هنحل مشكلة الغرامات، هنحل مشاكل النادي المالية، هنصرف المستحقات، كل ده حاجات حلوة جدا. لكن التركيز مع اوساريو نفسه لازم يتم، ان سواء ان الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين السيد هم المسؤولين عن ملف الكوره، لازم يقعدوا يتكلموا مع الراجل ويقولوا له في حاجات غلط بتحصل. ما هو انت طبيعي كاداره تعترض، وطبيعي ان انت تقول غلط، وطبيعي تقول ان النادي بعيد. فمش خساره ماتش طبعا هي اللي هتقيم، لكن اوساريو نمشي على سطر ونسيب سطر، وتحس ان لعيبه الزمالك في ماتشات كده بعيده قوي، في جزء اللعيبة طبعا، لكن المدرب يتحمل الجزء الأكبر، وده اللي حصل النهاردة في مباراة انبي.